جدتي الله يرحمها مرة كده وهي في سن الحاجة وستين كانت بتابع مع الدكتور بتاعها كالعادة. بعد ما خلص كلامه قالت له معلش يا دكتور قبل ما امشي عايزة اسألك على حاجة خدمة كده ويا ريت تعملها لي. فقال لها اتفضلي يا حاجة. قالت له انا عايزة حاجة بس تقل شعري، احسن انا شعري بقى خفيف فعايزة حاجة تطلع لي شوية شعر. الراجل ده عشان مش هقدر اقول عليه دكتور الحقيقة بص لها باستهزاء قوي من فوق لتحت. قال لها شعر ايه اللي بتفكري فيه يا حاجة؟ ما تخليكي في الامراض اللي انت فيها، بقى شعر ومش شعر احنا خلاص رجل جوه ورجل بره، هو انت عندك كام سنة على الكلام ده؟ فساعتها جدتي عينها كان كلها دموع وبصت له ببساطة وقالت له يا دكتور أنا مش عايزة شعر علشان خاطر عايزة أتباهى بيه ولا عايزة أمشي في الشارع فردة شعري، أنا عايزة شعر عشان يوم ما يغسلوني ويكفنوني يلاقوا شعر يعرفوا يضفروه. أنا بفكر في آخرتي. إحنا ساعات بنشوف مجرد لقطة في حياة حد ونتصرف ونتعامل كأننا فاهمين الفيلم كله. بنشوف تصرف طلع من حد ونحكم عليه ونقول بص اهو ظهر على حقيقته، او ده هو على طول كده. يعني مثلا واحدة منتقبة قلعت النقاب فجأة، اللي يقول لك هو اهي بانت على اصلها كانت فاكره نفسها متدينه ورسم علينا التدين، او بص ما هي اصلها مش لاقيه عريس اول ما اتزنقت قلعت النقاب كانت عامله لنا بس فيها ست الشيخه. وهي بكل بساطة ممكن تبقى قلعت النقاب عشان عندها مشاكل كبيرة في التنفس، حساسية، أمراض وبلاوي ما يعلم بيها إلا ربنا، والدكتور هو اللي منعها من النقاب، فقلعت النقاب اللي هو سنة والتزمت بحجابها واحتشامها وما خرجتش بره الدين ولا حاجة. بس إزاي؟ إحنا لازم نحط التاتش بتاعنا ونشكك في كل حاجة من غير ما نسأل. أو شفت شاب وأنت معدي في الشارع بيزعق لراجل كبير وبيتكلم معاه بعصبية، فتقول بص 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 اهو كل الجيل كده، الجيل ده والله العظيم ما شاف ربايه، بص الواد العيل بيكلم الراجل اللي في سن ابوه ازاي، مع ان نفس الراجل اللي في سن ابوه ده كان ممكن يكون لسه بيضايق واحده دلوقتي في الشارع والشاب ده بيدافع عنها وبيتخانق مع الراجل المهزأ اللي هزق نفسه. باختصار انا اسفه يعني في الكلمه بس انت مالك؟ ليه واخد فيها دور ابو العريف اللي فاهم كل حاجه اللي اعلى من كل الناس وبيحكم على تصرفاتهم ومشاعرهم وافكارهم؟